لو جربتِ كباب الحلة بالطريقة دي بجد هتعتمديها دايمًا ومش هتبطّلي تعمليها من كتر جمالها وحلاوتها وطعمها اللي يجنن، وريحتها بتجيب لآخر الشارع، عاملاها معاكِ بأسهل طريقة ممكنة، وعلشان تحضّريها بنفس الطريقة هتجيبي حلة على النار هتنزلي فيها معلقتين من السمنة البلدي، وهتنزلي باللحمة بس أهم حاجة اللحمة يكون فيها نسبة من الدهن، علشان طعمها يبقى مميز جدًا، وهنشوّح اللحمة وهانزل عليها بشوية من التوابل والفلفل الأسود وشوية من القرفة، وهنشوّحها كده كويس تاني، وبعد كده هانزل عليها ببصلتين متقطعين إلى مكعبات، ومعانا فلفل ألوان وفلفل حراق حسب الرغبة، وهنشوّح المكونات دي كلها مع بعض، وهنغطي عليها وهنسيبها على درجة حرارة هادية لغاية لمّا البصل يدبل معانا تمامًا ويبقى استوى كده، وهنقوم نازلين عليهم بحبّايتين من الطماطم المبشورين، وهنقلّب الجمال ده كله مع بعضه، وهنسيب الطماطم لغاية لمّا تتسبك معانا تمامًا، وهنقوم نازلين عليها بالمَيّة بس أهم حاجة المَيّة تغطي اللحمة، وهتسيبيها على درجة حرارة هادية لغاية لمّا اللحمة تستوي معاكِ تمامًا. وطبعًا دي حاجة اختيارية ممكن تضيفيها وممكن لأ، هتنزلي بحبّايتين بطاطس متقطعين لمكعبات، وهننزل بالملح طبعًا على حسب الرغبة لغاية لمّا تضبطي كده الطعم، وهتقومي مغطية عليهم وهتسيبي البطاطس لغاية لمّا تستوي معاكِ وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها، وبكده بقت جاهزة معانا وبألف هنا ليكم وشكرًا جدًا على المتابعة.